بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في شرح جديد ومقطع جديد نبدأه وكما هي العادة بالصلاة على خير البشر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا من خلال هذا المقطع وفي سلسلة الحديث عن شروحات تطبيق سناب شات، اليوم حديثنا سيكون عن طريقة إخفاء قصة عن أحد الأشخاص، عن أحد الأصدقاء الموجودين في سناب شات. حتى نبدأ سريعا وحتى لا أطيل عليكم، بعد التوجه إلى التطبيق نقوم بالانتقال إلى خانة الدردشات من هنا. بعد ذلك ننتقل إلى الشخص المراد إخفاء القصص الخاصة بي عن هذا الشخص. مثلا أريد إخفاء القصة عن أحمد النعيمات، أن أقوم بالضغط ضغطة مطولة على هذا الحساب. بعد ذلك تظهر لي هذه الصفحة كاملة، هذه الصفحة. الآن ننتقل إلى خيار إعدادات الخصوصية. سنلاحظ وجود كلمة قصتي هنا في الأسفل، قصتي في الأسفل. الآن أقوم بالضغط على إعدادات الخصوصية. الآن يمكن لأحمد النعيمات مشاهدة القصة. حتى أخفي القصة الخاصة بي، الستوري الخاص بي عن أحمد، أقوم بإطفاء هذا الخيار هنا بهذا الشكل، ثم الضغط على كلمة تم الموجودة بأسفل الشاشة. هنا لن تظهر القصة الخاصة بي لأحمد مطلقا، الستوري الخاص بي لن يستطيع أحمد مشاهدة الستوري الخاص بي. وإذا أردت إعادة تفعيل هذه الخاصية بنفس الخطوات، انتقل إلى المحادثة، ثم بشكل مطول أضغط على الشاشة، ثم خيار إعدادات الخصوصية، ثم أقوم بتفعيلها، ثم أقوم بالضغط على تم. أتمنى أن الجميع استفاد من هذا الشرح من خلال هذا المقطع. في حال كان لديكم أي سؤال أي استفسار اتركوه بالتعليقات. دمتم بحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.